خلونا بقى متفقين ان احنا مهما عملنا لاولادنا من اكل بقى كده ومحمر ومشمر في البيت فهم مدمنين السندوتشات السريعه. تعالوا بقى نشوف السندوتشات الخطيره دي انا عملتها ازاي، وكمان لو انتي مش موجوده في البيت يقدروا هم يعملوها لنفسهم، وكمان هيطلع طعمها زي بتاع المطاعم واحسن كمان. تعالوا بقى علشان اقول لكم انا عملت السندوتشات الخطيره دي ازاي. في الاول كده انا طلبت كرتونه السعاده من موتزاريلا فريش. لازم بقى تاخدوا سكرين شوت بارقام التليفونات لاني متاكده ان انتوا بعد الفيديو ده هتطلبوهم وهتطلبوا نفس الاوردر ده. يلا بينا بقى نفتح الكرتونه مع بعض ونشوف فيها ايه. في الاول كده فيها الكريب الفظيع الخطير بتاعهم اللي ريحته تجنن وطعمه يجنن، وكمان العيش السوري او عيش الشاورما، وكمان الرقاق الطري يا جماعه بتاعهم في حته تانية خالص، وكمان موتزاريلا فريش عندهم الجلاش وعجينه السمبوسه او السمبوسك، مش هنختلف كتير بس بجد بجد هي عندهم وهميه. نيجي بقى للجبنه الموتزاريلا بتاعتهم الخطيره يا جماعه. عاملين لك بقى حجمين، الحجم الكبير اللي هو الكيلو والحجم الصغير ال 400 جرام. عاملين كمان ميكس الجبن، وعندهم كمان اصابع الموتزاريلا عشان تحشي بقى اطراف البيتزا، وجبنه الحريف يا جماعه دي في حته تانية خالص، ما ينفعش التلاجة تكون من غير جبنه الحريف. حرفيا يا جماعه انا من يوم ما استخدمت جبنه الحريف دي وانا ما بقطعهاش خالص من التلاجة. موتزاريلا فريش بقى تسكت على كده. عاملين لك كمان اللانشون، لانشون اللحمه ولانشون الفراخ بالزيتون وبالفلفل الاسود، كل الاطعمه اللي انت عايزاها موجوده عندهم. وكمان عامله لك البقسماط وخلطه الكريسبي ودقه الزعتر. حرفيا موتزاريلا فريش عامله معانا الواجب وزياده. وكمان عامله لنا اصابع موتزاريلا متبله وجاهزه على القلي على طول. اما بقى يا جماعه الجبنه البيضاء عندهم في حته تانية خالص، وكان لازم طبعا اطلبها لان المدارس على الابواب. طلبت بقى بالزيتون وبالفلفل وبالبسطرمه ورومي بريد، عندهم اطعمه كتير جدا. موتزاريلا فريش كمان عامله لنا كريمه لباني طعمها وهمي، وكمان صوص الشيدر يا جماعه بتاعهم طعمه في حته تانية خالص. عاملين لنا كمان برجر بقري بجد بجد طعمه رهيب. عندهم كمان النقانق او السوسيس بجد بجد حلو جدا، في لحمه وفي فراخ تقدري تجيبي الطعم اللي انت عايزاه. وكمان عندهم الستريبس، والستريبس بتاعهم يا جماعه مش قادره اوصف لكم بقى الجمال. وطبعا هنشوف كل الحاجات دي مع بعض بالتفصيل وهنجرب مع بعض كل حاجه دلوقتي. انا جبت طبق كبير كده وفضيت عليه شويه من الجبن من كل نوع كده شويه علشان هنشتغل بيهم النهارده. هنبدا بقى باول حاجه وهي السوسيس. طبعا عندك طعمين لحمه وفراخ، تقدري تجيبي لحمه بس او فراخ بس اللي انت حباه. وده طبق البرجر بيكون 5 قطع، وما شاء الله القطع حجمها كبير جدا، وما شاء الله التغليف بتاعهم يا جماعه ممتاز. نيجي بقى للستريبس. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته يا جماعه وانتوا بتفتحوا الكيس كده فعلا فعلا رهيبه. لازم تجربوا الستريبس من عندهم فعلا وهمي. هنجيب بقى طاسه كده او جريل فيها ماده دهنيه بسيطه وهنحمر البرجر، وجبت بقى حله فيها ميه بتغلي ونزلت بالسوسيس اديت له غلوه واحده بس كده وبعدين قطعته. والبرجر ما شاء الله اخد لون من ناحيه وقلبته على الناحيه التانية، وزي ما انتم شايفين كده محافظ على الحجم بتاعه ولا كش ولا اي حاجه خالص. هنجيب بقى طاسه تانية كده فيها شويه زيت كويسين وهنحمر الستريبس، وفي نفس الجريل اللي احنا عملنا فيه البرجر هننزل بقى ببصلايه متقطعه قطع صغيره. اول لما تدبل هننزل عليها بشويه فلفل الوان وطماطميه صغيره جدا وقرن فلفل حار. هننزل عليهم كمان بخمس ست معالق كده من الكاتشب بتاع موتزاريلا فريش، وهنضيف عليهم كمان معلقتين 3 من صوص الباربيكيو. هننزل بالسوسيس وهنديلهم تقلبتين 3 كده على النار، وهنضيف عليهم بقى رشه ملح صغيره ورشه فلفل اسود، بالظبط دقيقتين على النار. وهننزل بقى عليهم كده بشويه جبن، وهنغطي بقى الجريل بتاعنا ده بالظبط 5 دقايق على النار لحد لما الجبنه تسيح. وبس كده خلاص زي ما انتم شايفين في 10 دقايق بالظبط او اقل من 10 دقايق كانت جاهزه. يعني لو راجعه من الشغل مستعجله ومحتاره تعملي غدا ايه، هتعملي الطاسه الفظيعه دي بالظبط في 10 دقايق وتعملي منها احلى سندوتشات. نيجي بقى للستريبس الخطير بتاعهم يا جماعه، ولازم طبعا اسمعكم صوت القرمشه. بجد بجد الطعم بتاعه حلو جدا، والتتبيله بتاعته حلوه، والقرمشه بتاعته حلوه، وفعلا يا جماعه قطع فراخ زي ما انتم شايفين كده وطعمها حلو جدا، مش عجين بقى كده زي اللي احنا بنجيبه من اماكن تانية. هنجيب بقى الكريب الخطير بتاعهم، الريحه بتاعته يا جماعه تجنن والعيش صابح كده وخطير. هنتني بقى الكريب بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحطي الحشوه اللي انت عايزاها. انا حطيت معلقه من المايونيز، معلقه من الكاتشب، شويه من الستريبس، شويه من الجبنه الموتزاريلا، شويه من صوص الجبنه، شويه من البطاطس، وطبعا الحشوه اللي انت حابه تحطيها حطيها. هنقفل بقى الساندوتش بتاعنا وهناخده على الجريل كده على كل ناحيه بالظبط دقيقتين، وهيطلع معانا احلى واجمل كريب، احلى من بتاع المطاعم مليون مره، وسريع وسهل وعملناه بالظبط في 10 دقايق. هنجيب بقى طاسه تانية كده ونحط فيها شويه من الجبنه الموتزاريلا، وتوصي كده بالجبنه شويه. حطي بقى معلقتين كبار من الكاتشب، معلقتين من المايونيز، وهنسيب الطاسه بتاعتنا دي على النار بالظبط دقيقتين لحد لما الجبنه تسيح.
وهناخد بقى الكلام الخطير ده كله نحطه في قلب السندوتشات، وحطي عليها بقى البرجر بتاعك، وحطي بقى قطعه من اللانشون الخطير بتاع موتزاريلا فريش. عايزه بقى تحطي خس، تحطي بصل، تحطي فلفل، تحطي طماطم، حطي اي حاجه انت حباها في السندوتش. عايزه تحطي كمان شويه بصل مكرمل براحتك جدا، وعليهم بقى شويه من صوص الشيدر الخطير بتاع موتزاريلا فريش، واعملي احلى واجمل سندوتشات برجر بالظبط اتعملت في 10 دقايق. نيجي بقى يا جماعه للرقاق الخطير بتاع موتزاريلا فريش. لو انت بقى عايزه تعملي بيتزا وراجعه من بره كده كسلانه ومفرهده ومهبطه ومش قادره تفردي وتعجني، هتجيبي بقى واحده من الرقاق وتحطي عليها اي حشوه انت حباها. انا حطيت شويه من السوسيس اللي احنا حضرناه مع بعض وشويه بطاطس محمره، وهنقفل بواحده تانية من الرقاق، وعلى الوش بقى شويه جبنه موتزاريلا، شويه فلفل، شويه زيتون، وهتاخديها بقى كده على طاسه او جريل فيه ماده دهنيه، وعلى البوتاجاز بالظبط 5 دقايق على نار متوسطه. لو حابه انك تحمري الوش بتاعها دخليها تحت الشوايه كمان 5 دقايق، مش حابه تحمريها سيبيها كده على البوتاجاز لحد بس لما الجبنه تسيح، وتعاملي معاها معامله البيتزا بالظبط، طعمها تحفه وبتخلص كلها على بعضها كده في 10 دقايق. وطبعا يا جماعه كان لازم ادوق معاكم بقى كل انواع الجبنه البيضاء اللي انا جبتها من عندهم، وفعلا فعلا كلهم كان طعمهم حلو جدا، اللي بالبسطرمه واللي بالجبنه الرومي واللي بالفلفل، بجد بجد كل الاطعمه عندهم كان طعمها فظيع، وكمان الكريمه اللباني طعمها غني كده وفظيعه. ان شاء الله بقى تجربوا كل منتجات موتزاريلا فريش، وانا متاكده انها هتعجبكم وهتطلبوا الاوردر حالا. ده غير بقى يا جماعه ان موتزاريلا فريش عامله مبادره حلوه جدا للستات اللي عايزين يشتغلوا من البيت. هتكلموهم بقى كده على ارقام التليفونات اللي كانت موجوده على الكرتونه كده في اول الفيديو، وهتطلبي منهم كل المنتجات اللي موجوده عندهم وهتاخديها بسعر الجمله، وتقدري بقى تعملي جروب، وطبعا بقى هتضيفي فيه صحابك وجيرانك وحبايبك ومعارفك، وهتبيعي وتكسبي وانتي قاعده في البيت. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. وبألف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.